سلام البنات، سلام حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح في صحه جيده يا رب. ان شاء الله هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال يا رب العالمين. اليوم جيتكم بالموضوع يعني اكيد كان تحت الطلب تاعكم وما عليا غير لبي الطلب تاعكم. وعليكم نتوما انكم تدعموني بالجيم والكومنتير وتبارطاجيو مع صحاباتكم باش ندو كامل وتعم الفائده يا رب. اليوم انا جيتكم بهذا الموضوع، يقول نشاركه مع خواتاتي انه كيفاش ندير ثقه في نفسي ونقدر ذاتي. حبيبتي، اول حاجه انك لازم ما تكونيش اسيره للماضي. يعني الالم تاع الماضي راح ياثر فيك. ديري تقدير الذات، ديري تقدير لنفسك، قوي الثقه في نفسك. اليوم نحكي لكم على تقدير الذات. كيفاش راح نقدر ذاتي؟ راح نقول لك حبيبتي انك انت يعني كنتي صبيه ومن بعد رجعتي مراهقه ومن بعد راكي امراه ما شاء الله، يعني فاتت كامل هذه المراحل في حياتك. والشاطره فيكم راح تعرف كيفاش تعيش هذه الرحله بالمراحل تاعها. دائما نقول لكم ونبازيلكم عليها انكم اول حاجه في حياتكم انكم ترضوا ربي سبحانه ومن بعد ترضي نفسك. يعني ماشي كي نقول لك رضي نفسك ترضي نفسك باشياء محرمه، لا، وهذا خطا كبير، لانه النفس اماره بالسوء. يعني نحاولوا انه نرضوا انفسنا فيما يرضي الله عز وجل. هذه النقطه الاولى اللي نحبكم يعني تاكدوا عليها. قبل الأخطاء يعني لنا نوقع فيها سقط المراهقات، يعني وأنا اللي كنت مراهقة ووقعت في هذا الخطأ، أنه نبحثوا على نظرة الناس فينا، يعني كيفاش راح يشوفون الناس، وهذا خطأ كبير بالنسبة لكم. أنا كنت نوقع في هذا الخطأ يعني في سن 14 15، يعني في مراهقة كنت نوقع في هذا الخطأ. من بعد بديت نبدا في حياتي انه انا مسؤوله على واش راني نحكي، ومسؤوله على تصرفاتي، ومانيش مسؤوله على طريقه فهمك. بالك انتيا تفكيرك سلبي، فهمتيني بهذه الطريقه. يقول لك كل اناء ينضح بما فيه. بالك انتي مسمومه شغل، شفتي انه كلامي معاك مسموم. شوفوا، انا اي انسان يقول معايا كلمه نقراها بنيتي، لانه انا من الداخل نيتي صافيه. نقلب ونحاول نخمم في هذيك الكلمه وقع. اذا شفت هذيك الكلمه انه صح قصتي، نروح نواجه هذاك الانسان. راح نجيبها لكم هنايا بشويه، يعني كيفاه نواجه الانسان اللي غلط معايا. شوفي هنا حبيبتي، لازم يكون عندك قانون في حياتك انه اللي غلط معاك راح اللي غلط يخلص. هنا مانيش ندير في الفتنه ولا راني نحرش فيكم، لا، هنا راني نوريكم كيفاش تقدروا الذات تاعكم وتكون عندكم قيمه لانفسكم وعندكم ثقه في انفسكم. يعني انسان اللي غلط معاك راح تواجهه باحترام، ما يكونش عندك قله الادب، كلش بالاحترام. يعني مثلا انسان غلط معاك وسكتي على الحق تاعك، وكان انسان اخر معاكم، اكيد هذاك الانسان شافك سكتي راح يزيد يغلط معاك مرات واحده اخرين. وهي رايحه يعني تكون الناس كامل تغلط معاك وانت كي تربي في القنطه هنا في نفسك وداسه برك في قلبك. لا لا حبيبتي، خرجي واحكي ويعني واجهي الناس وما تخافيش وما تسكتيش على حقك. هذه هي هكذا راح تعيشي حبيبتي. اذا كنتي ساكته ويعني تقولي انا راني عاقله وما نقدرش وما نقدرش، لا لا، هنا راح تزيد عليك المشاكل. الحاجة الثانية اللي هي رحلة البحث عن النفس، بمعنى الحاجة اللي نبحث عليها عفوا، لازم يكون عندك ثقة في نفسك. كاين اللي يتسائل يقول لك كيفاه ندير ثقة في نفسي. مثلا طيحي في موقف شتم، مالوغوزمون كاين بزاف المصطلحات في المجتمع تاعنا. مثلا يقول لك انتيا ما تصلحيش، انتي كذا انتي كذا، وانتيا ديريها في راسك وتأمني ويأثر فيك كلام الآخرين، وتولي تبكي ومعمرة راسك بهدرتهم، تولي تقولي بالك انا صح راني هكذا سي بوغ سا شوفوني كما هاك. لا لا، ماشي بالضروره يكون كلامهم صحيح. لازم تامني بحوايج شابه اللي فيك، مثلا الايجابيات اللي فيك. هذه هي الثقه اللي تزودي بها نفسك. والحاجه الثالثه ولا الخطوه الثالثه اللي نوصيك عليها، انك تغيري طريقه تفكيرك. كيفاش نغير طريقة تفكيري؟ مثلا ما تبقايش تجلدي في نفسك كما نقولوا حنايا، تلومي في نفسك على خطأ خطأتيه في الماضي. ما تبقايش غير تخمي في هذاك الخطأ، لانه ما كاش انسان ما يغلطش. ماشي كي نقولك معناها ما كاش انسان ما يغلطش راكي عارفه بلي خطأ وتبقاي تكرري فيه، لانه هذيك حالة خاصة. على سبيل المثال تكونوا قاعدين جماعه صحابات ما على باليش انايا، راكم عارفين كاين اللي يحب كلاشي، كاين اللي يحب يلعب بالمورال الناس، هذوك اللي فارغين شغل. وانتي شغل مثلا كلاشيوك ولا شتمولك ولا اذاوك، ليسونسيال اذاوك بالكلام، وما ما رديتيش في هذيك اللحظه، ما قدرتيش تردي. بعد كي تجي هكا لداركم ولا تعودي تقولي بلي انا ما رديتش وتأنبي ضميرك وانبك ضميرك منا. لا لا، هذا خطأ صايفات لا شاك فوا يزيدوا يغلطوا معاك، ولا لازم
تكون عندك فن الرد. فن الرد هنايا ان شاء الله راح ندير لكم موضوع باذن الله سبيسيال على فن الرد. الخطوة الرابعة اللي راح نوصيك عليها، حسي نفسك. النفس تاعك لازم تدلعيها، اهتمي بنفسك، كوني واثقة. الثقة هي اللي تخليك قوية، الثقة هي كل شيء. يعني فرحي نفسك بأشياء بسيطة حتى وما عندكش. يعني فقط انك تخمي، مجرد تخمام انك انتي الحمد لله يا ربي، يعني تصلي صلاتك في وقتها، تقري قرآنك، هذه هي الدنيا وما فيها. هذه الحاجة العظيمة اللي تمد لك الطاقة الإيجابية. ومادام عندك طاقة إيجابية أكيد راح تكون عندك ثقة في نفسك. دائما انتي حسي نفسك أنك انتي إنسانة مميزة، طوري من الذات تاعك. الحاجة اللي راح تخليك تعيشي حياتك وتكون حياة مميزة هي أنك يعني تحملي مسؤولية أخطائك، سواء أفعالك أو تصرفاتك. ما تخليش روحك أنك تعيشي مذلولة ولا تحت رحمة الآخرين. دائما ديري قاعدة في راسك أنك انتي ما تعيشيش تحت رحمة الناس وما تعيشيش مذلولة. دائما تذكري هذا المثل كما يقولوا ناس بكري، الكسرة والماء والراس في السماء، نرفع راسي ونعيش على قدي. نحي فكرة انك تفوتي لهم وتراطي لهم وانا قلبي كبير ومنا، على بالي اني معك قلبك كبير وما تنوضيش على حاجه يعني تافهه. بصح راني نقول لك على الخطا يبقى خطا، يعني اللي غلط في حقك عفوا يخلص، اللي غلط يخلص. واجهي الناس، واجهي الواقع، هذا هو الواقع، لانه رانا في مجتمع ما يرحمش. يعني دائما يستغل الانسان العاقل. دائما رسخي هذه الفكرة في راسك، بلي انا ما نرضيش الناس وما نسمحش للناس ينتقدوني. كما يقولوا رضي الغبار على روحك. يعني يهضروا، اذا ما قدروش يهضروا في وجهك يهضروا في ظهرك، وهذه راها ظاهرة يعني مستمرة في المجتمع تاعنا. يشوهوا لك سمعتك، لا بغا ديك الحاجة ما فيكش يقولوا راهي فيك. تي بيان سور ماشي راح ديري فيهم، اكيد راح تستفادي تقولي انهم راهم ينقصوا لي في ذنوبي. عمرك ولا ديري حساب لهضره الناس. لكن نوصيك انك ما تعيشيش مذلوله، ويكون عندك قناعه وراضيه بالشيء اللي عطاه لك ربي سبحانه، مهما كانت ظروفك ولا معيشتك، يعني معيشة بسيطة. انه ما عندكش، مهم مقيمة نفسك، مهم تكوني ما تكونيش يعني من هذوك المنافقين. وحاجة والخطوة الأخيرة اللي زيد نوصيك عليها، حوسي على أشياء اللي تفرحك، يعني طموحات، أهداف، حقيهم بشوية. يعني ما يجيش كلش في وقت واحد، كل حاجة تجي في وقتها حلوة، وهكذا راح تحسي بخطوات الفرح، وهذاك الفرح يزيد يقوي نفسك. كما يقولوا طيحة ونوضة، أحسن ما تعيشي مذلولة، أحسن ما تعيشي مذلولة تحت رحمتهم. هذا هو موضوعنا حبيبتي، إن شاء الله هنكون فتكم بنصائح وخطوات، ما عليكم غير تطبقوهم بإذن الله. كل وحدة راح تقوي نفسها، تقوي شخصيتها، ويكون عندها الثقة في نفسها، ويكون عندها تقدير ذاتها. ما بقى لي غير نقول لكم حبيباتي انكم تدعموني بالجيم وكومنتير وتبارطاجيو مع صحاباتكم باش تعموا الفائده. وصلنا الى نهايه الفيديو، الى الملتقى ان شاء الله مع فيديوهات تحفيزيه ونصائح ووصفات جديده، والى اللقاء.